ولا معاكم مصطفى ولا من قناة بيجمان. انا جبت اخري. انتوا ليلة ابوكوا سودا. انا اكتشفت ان انا غبي. اول حاجة انا طريقة تفكيري متخلفة. يعني ايه اصلا اعمل محتوى مفيد؟ واللي بيشوفني 25. ده الحد المتوسط الليفل، يعني مفيش حد هيستفاد اصلا اوريدي، فاهم؟ فطريقة تفكيري دي محتاجة اغيرها. لو جيت للحق اصلا المحتوى اللي بعمله مش مفيد. المعلومات اللي بقدمها في الفيديو بتبقى عشوائية نيك بطريقة وحشة فشخ، وكمان الجودة قليلة. فزعلش مني، انا لو مكانك بتفرج على فيديو زي كده اكيد مش هسمع حاجة زي دي. وحتى لو كده اللي بيصبرنا على الفيديوهات المفيدة او على انك انت تسمع الافادة وكده الظروف المحيطة. تبقى شايف التوتال، الاضاءة كويسة، الخلفية كويسة، وش اللي بيتكلم واضح اصلا، فاهم؟ فالظروف دي كلها مش متوفرة عندنا. هو ما تجيش تقول لي اللي عايز العلم هيطلبه. لو في الصين احنا مش في ايام الجاهلية هنروح نسافر بلاد بالناقة. هو ده الصح. مفيش حد بيعمل كده دلوقتي علشان مصطفى متاح، في مليون غيره متاح، فاهم؟ المنصة بقت شايلة كتير. ده غير ان مش بس اليوتيوب، ده في فيسبوك وانستا وكذا كذا منصة عليها فيديوهات زي كده. فمش هتبقى متوقفة على ده بس. فهو هيفتح الفيديو هيوصل الدقيقة الأولى، ده لو وصل لها هيقفل. وتيجي للحق انا اصلا ما بقدمش المعلومه بشكل كويس، لان انا لسه مش عايز اقول لك ما خدتش على الكاميرا. انا بقالي سنه وشويه دلوقتي، داخل في السنتين ولا حاجه. لما بشوف الكاميرا بتاعت التليفون بتصور ولا حاجه، انا بحس كده ان انا عبيط. كان في صعب وانا في الظلام. بحس ان انا بكلم نفسي، انت فاهم؟ انت عارف احساس انك انت اتجننت؟ هو انا ببقى كده، بحس ان انا اللي هو انت خلاص، انت الدنيا باظت معاك لدرجه ان انت بتكلم الكاميرا. فانا ما بعرفش ادي الرياكشن الطبيعي بتاعي، ما بعرفش اتكلم البرسوناليتي ايه، الشخصيه بتاعتي الحقيقيه. فما بديش التوتال اللي المفروض يوصل لك، انت فاهم؟ وليه كل سنة وانا طيب. بناء عليه قررت ان فيديوهاتي الفترة الجاية هتبقى عشوائية. مش مهم هتبقى عن ايه، هتبقى عشوائية. اي فكرة تيجي في دماغي هحطها في الفيديو. المهم اصور فيديو خلاص. انا غايب بقالي فترة مقطع ايام كتير، بس ده علشان شوية في الشغل وفي كذا حاجة كده. بس يعني كبر دماغك. انت فيديو نزل لك اتفرج عليه، عجبك حط لايك، ما عجبكش كبر دماغك ما تشوفوش اصلا او خرج منه. بس في تساؤل في دماغي اللي هو انا لما باجي بتفرج على محتوى الناس التانية علشان بحيث ان انا يعني اكتسب خبرة وكده يعني. فبشوف ناس مش في مكانها، بالذات الناس اللي هي بتقدم فيديوهات رياكت وفيديوهات مضحكة، او اللي هو المفروض بيقدموا ضحك للناس. بشوف حد زي صافي اللي هو في بيس كيك ده. يعني هو ازاي شخصية انت اقرع ودقنك تقيلة وعندك هالات سودا شبه كونغ فو باند. مش بتريق على حاجة، هو انت راجل محترم وفورس وبحبك في الله والله. بس ازاي انت شكلك يضحك؟ انت ازاي شكلك يضحك؟ معروف الكده بيبقى ليه مواصفات معينة، شعره كيرلي. بس انت مش شكلك خالص حد بيضحك. انت شكلك موظف في بنك. يعني زميلك يا شوف اهو راجل اقرع وكل حاجة وتمام، بيداري شعره بالكاب. الوصف اللي انا قلته ده برضو ينطبق على واحد ناجح في المجال ده جدا زي محمد عواطي مثلا. بس مش عارف يجوز اللي انا اتكلم عليها او لا، لان انا من الشخصيات اللي انا بحبها بصراحه. بس ان انا لو شفت مثلا محمد عواطي وانا ما اعرفوش او ما اعرفش المحتوى بتاعه، رابر فاهم؟ تحديدا جنجستا، اللي هو الناس اللي بتطلع تسب وتلعن في زميلها في الفن، او بيغلطوا عامه في الناس عموما. يعني حاجه تبع رجال عصابات، حاجه زي كده. مش بجرج الناس، انا جاي لك وانا مسرح شعري على جنب. انا عارف ان الفيديو مش مترتب وفي حاجات عشوائيه. مش الفيديو بس اللي عشوائي بصراحه، يعني هي حياتي كلها على بعض عشوائيه. انا لو حبيت ارتب اللي جوه دماغي ده هيطلع لكم بشكل وحش، فهقوله زي ما هو. ومن الحاجات العشوائيه برضو اللي بقابلها في حياتي، عارف انت اللي ريحتهم عرق وحاطين ريحه عود، او حاطين سكلابشا او بيبي بلو. يعني ايه سكلابشا اصلا؟ يعني ايه سكلابش؟ هل ده ليه معنى في الانجليزي؟ عنديش قاموس اصلا في الانجليزي ان انا اتكلم فيه. معرفش يعني ايه اصلا قاموس. انا محتاج اراجع لغة عربية بجد يعني، وانجليزي. يعني ايه بيبي بلو؟ ايه بيبي بلو؟ ده لون اصلا. يعني ايه زمرد؟ بس اكتر اسماء اللي بتبقى صريحة قوي اللي هي اسماء الخلايجة للعطور بالذات، اللي هي بتلاقيها ريحة العود، ريحة ابو نواف كده. يعني ايه انت تبقى عرقان يا اسطى وريحتك عرق وحاطط ريحة عود؟ يعني انا بتخيل كده السيناريو، انت نازل عمليه اللايبوليسيس جوه الاديبوز تيشو بترجع تاني.
يا اسطى بتعمل ايه؟ خش استحمى، خش استحمى يا اسطى. اقول لك حاجه، ما تستحماش هتبل هدومك كلها. اقلع التيشيرت، امسح تحت باطك، فاهم حاجه؟ ما تحطش ريحه على العرق يا اسطى، بيبقى ريحتك خرا، بيبقى ريحتك زفت. بلاش والله العظيم بجد. احنا مناخيرنا، انا واحد من الناس ببقى قاعد مناخيري مش مميزه، ده حلو ولا وحش، بيبقى احساس جوه دماغي اللي هو ايه ده، مناخيري بتتفشخ، خرم اليمين بيشم ريحه وخرم الشمال بيشم ريحه تانية. هو شابوه والله على مجهودك انك تداري على الريحه الوحشه او الريحه المعفنه بتاعتك، بس حاول يعني تداريها صح، ما تداريهاش بحاجه راقيه زي العود فتطلع ميكس كده ابن وسخ، تجيب عقم في المناخير. مش عارف ان انتوا بتحسوا الاحساس ده زيي ولا لا؟ يعني لو تعرفوا ناس زي دي حاولوا تنصحوهم لوجه الله. حط ريحه على نضافه، او ما تحطش اصلا، خلي ريحتك معفنه وانزل، يبقى ريحتك معفنه احسن ما تبقى مش فاهم لك ريحتك معفنه ولا حلوه. يعني ما تشتتنيش يا ابن الوسخ، ما تبقاش ضلالي معايا في الريحه. من الحاجات العشوائيه فشخ برضو اللي كنت بقابلها وانا صغير، ان يعني ايه مدرس لغه عربيه او مدرس ايا كان ايه هو بيديني درس في الاخلاق، بيديني درس في ان انا ازاي احترم صاحبي، ازاي احافظ على صحتي، احترم ابويا وامي، بينصحني اعمل اكتر حاجات حلوه في الحياه كلها، وان انا ابقى نموذج اخلاق يعني على اكمل وجه. وتيجي في البريك تلاقي ابنه بيرن عليه بيهزقه علشان ما ادروش المصروف، او تخرج من المدرسه تلاقيه بيشيش على القهوه اللي قدام المدرسه، انت فاهم؟ او يبقى ماشي مع صاحبه اللي هو مدرس برضه يقوم راميله شتيمه تفشخ حياتك. احنا خلاص عملنا حساب رسمي على التيك توك، طبعا مش انا اللي ماسكه، لان انت عارف ان الوسط ملوش في الحاجات دي، فانا مخلي واحد تاني يمسكه. انا ممسكه لواحد تاني ومخليه بقى ايه يلعب فيه براحته، ينبسط بقى، وعمال بقى ينزل من هناك براحته، يعني الراجل مبسوط. انا كنت وانا صغير كان بيقولوا المدرسين عندي كانوا بيقولوا شتايم، انا ما كنتش بفهمها، انا كنت بفهمها بطريقه تانية. كاف سين امك، انا كنت بفهمه وانا صغير ان هو قص، شفت المقص اللي هو يعني ايه قص امك، يعني ايه موضوع بالنسبه لي اللي هو ده هو بيشتمه كده علشان وقت الام. انا كنت بفهمها في الحته دي، وطبق التفكير الغبي ده او المنطق ده على كل الشتايم اللي بيقولوها، فبتخلوا عقليه طفل بتفكر بطريقه مريضه لكونك انت بس بتهزر مع صاحبك. انا مش بقول ان الشخصيه الوحشه ما تقدمش نصيحه، يا عم قدم، وانا عارف ان ده واجب عليك، بس على الاقل خلي صورتك قدام الطالب يعني كويسه. حافظ على الساعه والساعتين اللي هتقعدهم قدامي في البريك او في المروح، روح البيت، امشي بعيد عن المدرسه، اعمل اللي انت عايزه، لكن ما تجيش في نطاق المدرسه انا لسه شايفك جوه بتسقف لي علشان قلت اجابه صح، او ان انا عملت صاحبي بطريقه كويسه، او بتمد واحد على رجله علشان هو جايب سجاير معاه الفصل. فانت فاهم يا اسطى؟ انت فاهم حاجه؟ هو انا المفروض اعمل ايه؟ مش فاهم. لا بس انا ضايع في الحاجات دي. ليه لا؟ يعني ايه ليه لا؟ لا 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 لا. فدي الحاجات العشوائيه برضو اللي مريت بيها في حياتي. طبعا لو جيت اتكلمنا عن الحاجات العشوائيه هتلاقي في حاجات كتير فشخ، بس عشان ما اطولش حجم الفيديو ده اللي جوه دماغي جاي مصدع بصراحه، فحبيت انطر الكلمتين اللي كانوا في دماغي زي ما تيجي. معلش ان انا مش محضر حاجه، معلش على طريقه الكلام البذيئه دي، بس يعني حاول بعد كده محتواه يبقى افضل من كده ويبقى صالح. اتمنى تكون الصورة واضحة عندك عشان انا بصور بالليل بالفلاش بتاع الموبايل، بس ادعمني عشان نكبر ان شاء الله مع بعض، وبس كده، يا رب تنجحوا، والسلام عليكم. انا مش قلت لك ان هناك في تجاليد غير اللي عندكم؟ وانا عملت ايه يا رفيع بيه؟ واقفه كده وراسك مكشوفه وعماله تتكلمي مع دكتور وكمان ايه كل دقيقه والتانيه يا عمتي